يا مساء الخير. آه كل عام وانتم بخير، اصحابنا المسيحيين. عيد سعيد عليكم يا رب. ونبتدي على طول، نخش في الموضوع على طول. خش بقى في الموضوع على طول. انا طبعا النهارده كنت قايله ان انا هاي عايشه. هاي. آم، انا بس كنت عايزه، انا النهارده كنت ناويه اعمل اللايف بتاع الاو سي دي او الوسواس القهري اللي له علاقه بالصلاه والوضوء والنجاسه والحاجات دي يعني. طبعا عايزه افكركم ان انا المره اللي فاتت عملت الوسواس القهري، كان لايف برضو اعتقد من اسبوعين او حاجه مش فاكره. ونزلته كله، كان حصل فيه مشكله على الانستجرام كالعاده طبعا. فانا نزلته كله كامل على اليوتيوب. فاللي فيكم طبعا عنده وقت، انا حاجتي كلها فيديوهاتي دايما طويله، وانا دي حاجه بصراحه بعتز بيها على الرغم انها ممله لناس كتير، بس انا بحس انه لما يكون عندي معلومه كامله لازم اديها كامله، يعني مش مقتطفات كده وبتاع. بحاول ان انا اوصل المعلومه على اكمل وجه، لعل وعسى انها تساعد حد وتكون مفيده لحد وتبقى في ميزان حسناتي يعني ان شاء الله. انا بس عايزه قبل ما ابتدي عايزه اقول على حاجه هي ملهاش علاقه بالاو سي دي، بس انا مؤخرا بقت تطلع لي كتير، مش عارفه انتوا ايه رايكم فيها. بس انا عايزه اقول حاجه، هي عن انه ازاي تعمل manipulation للناس، عشان بس ايه، ازاي يعني هو الكتاب تقريبا عن ازاي تخلي اي حد يحبك. فانا استوقفني العنوان صراحة، يعني ايه ازاي تخلي اي حد يحبك. فلقيت لما دخلت لقيت الحاجات هي منشورات، يعني it's like a carousel. فلقيت انه بيكلموا كلام غريب جدا، وبصراحة انا شايفة انه الكتب اللي من النوع ده بجد خطر جدا. ليه خطر؟ لان انا اللي قريته انه ازاي تجذب حد، ازاي تخلي حد متعلق بيك تعلق المرضي. طب هو في يا جماعة يعني ليه نخلي حد يتعلق بينا تعلق مرضي الا لو واحد مانيبيوليتر؟ يعني انا مش قادرة افهم. يعني المريض النفسي او اللي عنده ديس اوردر معين، ده الشخص نرجسي شبه نرجسي، عنده الشكل النرجسي ده الشخص اللي بيستخدم الحاجات دي لانه هو عنده من جوه insecurities، فبيعلق الناس بيه عشان خاطر هو يحس ان هو حاجة مهمة لانه هو فاضي من جوه. لكن لما انا يكون كتاب زي ده علنا على الساحة، طب ما احنا هنعمل مانيبيوليترز صغننين كده في العالم كله والناس كلها هتشتكي. يعني لما انا اقرا الكتاب واقول والله انا عايزه الناس تحبني فعلا وابقى حاجه فظيعه، فهبتدي اعمل التريكات النفسيه دي عشان خاطر يتعلقوا بيا ويشوفوني فعلا حلوه. طب ما يعني انا مش فاهمه، لما انا اعمل كده وهو يعمل كده وانتوا تعملوا كده، طب ما انا مش فاهمه ايه يعني ما طب ما من باب اولى لو احنا عندنا وقت نقرا حاجات زي دي، طب من باب اولى احنا نروح نعالج بقى، يعني نشوف العلاج ايه ونعمله. لان انا مبدئيا، انا لو شخص لقيت نفسي بحب قوي ان انا اتفرج على حاجه زي دي او اقرا كتب زي دي، ازاي اعلق اللي قدامي بيا، ازاي اخليه هيتجنن عليا، حاجات كلمات يعني جمل غريبه بجد. يبقى اذا حضرتك لازم تقف وقفه مع نفسك وتقول هو انا ليه عندي عدم ثقه في نفسي، وانا ليه اصلا معتقد ان الناس كلها ما بتحبنيش. ما هو انا لما اشوف الكور بليف اللي عندي اصلا، الحاجه الداخليه اصلا اللي عندي من زمان، هبدا افهم ايه السبب. ايه السبب في ان انا بحب اقرا او اسمع بودكاست عن ازاي ما هو حضرتك، ما هو في ضحايا، ما هو اللي انت بتعمله ده
ده فيه اساءة للناس، لانه انت بتخلق ضحايا اصلا. فانا مش عارفه انتوا ايه رايكم، يعني هل انتوا فعلا بتنجذبوا للنوع ده من الكاروسيلز والكتب او البودكاستس اللي بتتكلم ازاي تبقى شخص فتاك للي قدامك، ويبقوا هيجننوا عليك ويتعلقوا بيك تعلق مرضي، او انت يتعلقوا بيكي تعلق مرضي، او انك تبقي مسيطره على اللي قدامك؟ فمش عارفه، يعني انا قلت حبيت ان انا اقول حاجه زي كده، لعل وعسى يعني لو حد بيعمل كده يا ريت يعيد النظر في شخصيته، في حياته عموما، في نفسه شخصيا، هو شايف نفسه ازاي قبل ما يستسهل ويستخدم الانماط النفسيه اللي هي انا في نفسي، يعني هم البعض بيسميها دارك سايكولوجي، لان ات از دارك، هي فعلا دارك. لان انا لما اجي ابقى بستخدم حاجات عشان خاطر اسيطر على الشخص اللي قدامي او اخليه ما عندوش فري ويل، ودي يعني انا ببان بطريقه اتس نوت مي، مش انا، مش حقيقتي. فالشخص اللي اتعلق بيا وحبني، او الشخصيه اللي اتعلقت بيا وحبتني، دي مش حقيقه حضرتك مثلا. فاهمين قصدي ايه؟ الحاجات دي خطر جدا يا جماعه. انا حبيت بس انوه عشان ضميري يرتاح، لان انا بصراحه انا شخصيا انا حسيت انه ليه الانسان بيضيع حياته ووقته اللي هو اهم حاجه في الدنيا. الوقت لما بيعدي ما بيرجعش تاني بجد، دي من اهم الحاجات اللي عند اي شخص ناجح في حياته. انا لو مثلا، انا بالنسبه لي، انا لو ما كنتش عرفت اهميه الثانيه في حياتي ما كنتش وصلت الحمد لله اللي انا وصلت له. فيعني نخلي بالنا شويه من الحاجات اللي بتتحط على السوشيال ميديا بجد، لان بجد خطر، بجد خطر ان انا استخدم الدارك سايكولوجي دي على بني ادمين. اعرف ان انت هيكون ليك ضحايا، ولو انت مبسوط انك هيكون ليك ضحايا، سواء حضرتك او حضرتك ايا كان الجندر، لان كله دلوقتي يعني ما بقاش فيه اي اختلاف، بس لو حد فعلا بيعمل ده، لا انت محتاجين نعيد النظر بجد في شخصيتي، في رؤيتي لنفسي. ايه، هل انا للدرجه دي desperate؟ يعني انا بشوف ان الشخص اللي بيعتمد قوي على الكتب من النوع ده او الدارك سايكولوجي، ثوتس وافكار غريبه الاطوار، لو ده اللي انا معتمد عليه في حياتي عشان الناس تحبني، لا this is crucial، وبجد خطر. يعني انا بقولها لكم ده حاجه خطر من اللي انا قريته بصراحه. تعمل مانيبيوليترز صغيرين، بيبي مانيبيوليترز كده في الحياه، فهنقلب كلنا مانيبيوليترز. هيبقى نص مانيبيوليتر والنص التاني ضحايا، ما هي هتكون كده. ونخلي بالنا برضو على فكرة الولاد الصغيرين اللي طول النهار فاتحين السوشيال ميديا. يعني لو انتوا عندكم مثلا ولاد او تعرفوا صحابكم عندهم ولاد في سن تينيجرز، خلي بالكم برضو، لان هم دول بقى برضو بيعانوا من البولينج، وبيعانوا من التحول بتاعهم ده اللي هو انا صغير وكبير في نفس الوقت. فالتحول ده بيخليهم شوية حاسين ان هم غير مقبولين اجتماعيا. يعني لو حد فيهم عنده المشكلة دي، غير مقبول اجتماعيا، او اهله مش بيحبوه، او انه صحابه، او انه ما عندوش صحاب، او ان اللي حواليه ما بيحبوهوش او مش بيقدروه. فيبتدي لو شاف حاجة زي كده قدامه على الانستجرام، لا بجد هتبقى مشكلة، لانه من وهو صغير هيتشرب بقى الصنعة زي ما احنا بنقول، وهيكبر ما شاء الله مانيبيوليتر على كبير، ويبتدي يوقع البنات والستات فيه، ونبقى كلنا المجتمع يقلب ضحايا. وده بيحصل على فكرة، يعني ده بيحصل، بس ما بقاش انا كمان يعني بزود الطين بلة كده زي ما بيقولوا. يعني اللي اوريدي مانيبيوليتر من زمان فهو عنده مشكلة نفسية، لكن ما نبقاش كمان بنطلع الجيل الجديد، او لو شخص desperate في حياته ان هو يعني يحبب الناس فيه، او يجذب ليه مثلا سيدات، او انه يحبب فيه ويبقى حواليه جروبس كده تو فيت ان معاهم. فنبتدي نستخدم الحاجات انا بسميها unethical بصراحة. و يعني فانا قلت ايه قبل ما انسى، يعني او قبل ما تقفلوا الفيديو،
اقول حاجه زي كده عشان بس ايه، انا بالنسبه لي انا حسيت انه I have to say something يعني. نخش بقى في الموضوع على طول. طيب انا قلت في الاول اني داخله اتكلم عن بقيه الوسواس القهري. بليز اللي ما سمعش اللايف اللي فات انا نزلته على صفحتي على اليوتيوب، هو طويل ولكن ان شاء الله هيكون مفيد للي بيعاني من ده، او لو تعرفوا حد بيعاني من الوسواس القهري ولو قليلا اهو يلحق نفسه برضو. فالمرة دي انا هتكلم بالخصوص عن الوسواس القهري اللي بيجي، اللي هو الاضطراب. هو اضطراب مش يعني اضطراب جزء من الوسواس القهري اللي انا اتكلمت عنه في اللايف. انا اتكلمت عن الوسواس القهري ان جنرال، اللي هو الافعال القهريه اللي اي حد ممكن يعملها. النهارده بالذات انا هتكلم عن الوسواس القهري في الصلاه والوضوء والاحساس ان انا في نجاسه او ايا كان، ودي بيعاني منها كتير وبناء على طلب ناس كتير بعتت لي على الواتساب، فحبيت اعمله ده لوحده just in case لو حد not interested يعني. طيب دلوقتي احنا قلنا انه الوسواس القهري عبارة عن فكرة. الوسواس فكرة سخيفة جدا، شرسة جدا، تخبط كده على دماغ البني آدم وبتفضل تبخ فيه توتر، تخليه متوتر. ببساطة الشخص لو اداها اهتمام واهتم بالفكرة دي هي هتفضل ماسكة فيه. ليه؟ لأن الفكرة الوسواسية بتتغذى أصلا على خوف الشخص اللي عنده الاضطراب. طب لما بيعلى عنده الخوف والانكزايتي ايه اللي بيحصل؟ بيروح للأوبسيسيف الكومبالسيف اكت. الكومبالسيف اكت اللي هو الفعل القهري. مثلا زي في موضوع الصلاة، من احنا بنتكلم في ده، واحد دخل يتوضى، طلع وابتدى الصلاة، فجأة وقف الصلاة. ليه؟ لأنه جاله الوسواس إنه لا والله أنت ما توضيتش كويس، أنت بدل ما تغسل رجلك 3 مرات غسلتها مرة، فأنا هقطع الصلاة وأروح أتوضى مرة تانية وأرجع. في الصلاة نفسها مثلا عندي بيروح مثلا يصلي وبعدين يوقف الصلاة يقول لا والله أصل أنا نسيت أقرأ التشهد، أصل أنا قريت الفاتحة بس وما قريتش اللي بعده، فيقطع الصلاة ويبتدي يصلي مرة تانية. شوية وتلاقي التاني الفكرة، ما هي أنت كل لما بتدي الاهتمام فرصة إن أنت تفكر وتهتم، هو هيطلب مليون فرصة ثانية. لو أنت هتديله إيدك هياكل دراعك. هو كده، هو الوسواس القهري كده. فالوسواس هو عبارة عن فكرة سخيفة جدا بتهبط على دماغ البني آدم وبتفضل توتر فيه علشان هو يقوم بالفعل القهري. طيب انت علشان تعالج الوسواس القهري ده بكل سهولة، على فكرة انا بس عايزة اقول حاجة، انه الوسواس القهري اللي في الصلاة والوضوء والكلام ده كله هو يعتبر، او انا بعتبره السهل الممتنع. يعني هو سهل علاجه على فكرة، وخاصة احنا في زماننا ده. ليه؟ اقولك ليه. لانه دلوقتي في احنا الموبايل بكاميرا، فانت سهل جدا ان انت تدخل الموبايل معاك، كل ما تيجي تتوضى تصور نفسك، تعمل فيديو تصور نفسك وتتفرج على الفيديو، بس خلصانة. كل مرة هتعمل كده لغاية ما تتأكد وتأكد لنفسك الفكرة انه الموضوع ده لا، انا ده عبارة عن وسواس، ودي مش افكاري الشخصية او الفعل بتاعي الشخصي، ان انا ما قمتش بده من باب للطاق، لا ده هي فكرة وسواسية بتاخد وقتها وبتعدي. ليه برضو؟ لان الفكرة الوسواسية لما الشخص بيديها اهتمام وبتلاقي منه كده اهتمام واخد ورايح جاي ويروح يعمل سيرش. خد بالك ان انت تروح تعمل سيرش على او جوجل او تكلم حد شيخ او حد مش عارف حد وتسأله عن الوضوء وعن الكلام ده كله، ده في حد ذاته اصلا بيعتبر فعل قهري. فاللي احنا بنعمله ايه؟ احنا لازم
نوقف ده. طيب انا قبل ما اعمل كل ده او ابتدي بالعلاج، ايه اللي انا المفروض اعمله اولا عشان بجد تبيت الاو سي دي؟ اهم حاجه ان انت عشان تنتصر على عدوك انت لازم تفهم عدوك كويس قوي قوي. بمعنى ايه؟ ان انت تفهم اصلا يعني ايه وسواس قهري، وتقرا عنه كتير وتفهم يعني ايه هو الوسواس القهري. وتاني حاجة تفهم اصلا يعني ايه كلمة النجاسة. لو حد بيعاني من دي، وانا اعرف فعلا على مستوى الشخصي دايما بيفتكروا انه ايه ده دي نجاسة، يبقى مش عارف ايه. حتى الطفل، مع ان الطفل طاهر اصلا، فعندهم بس هم عندهم وسواس، يعني ما تقدرش تلومه. فمش المشكلة بقى هنا ان انا لازم افهم، عشان افهم انا عندي ايه. وانس ان انا اقتنعت ان انا عندي وسواس، فده في حد ذاته بداية العلاج. فلما عايزة اتعالج صح، يبقى اخد الموضوع من جذوره وافهم يعني ايه وسواس قهري، ويعني ايه بالظبط كلمة نجاسة، ويعني ايه اصلا. او اكلم مثلا شيخ، ما احنا عندنا علماء كتير، اقدر ارفع سماعة تليفون مرة. ليه بقول باكد على دي؟ لانه مريض الوسواس القهري كل خطوة بيخطيها بيرفع سماعة التليفون، ممكن يكلم الازهر بال 300 مرة. ليه؟ عشان عايز يطمن، عايز يتأكد ان انا تمام، ان انا عايز حد توري اشورهم طول الوقت ان انا تمام وان انا صلاتي صحيحة. ولكن ما يلبث لو قلتها صح بالعربي، معلش اللي متابعيني عارفين يعني شوية كده اللغة العربية مش فظيعة يعني. فهيلاقوا انه لا، هي مرة واحدة اكلمهم وافهم اللي عندي ده ايه، هو هيقول لي ان ده بابا وسواس، واللي انت محتاجه ان انت تكمل اللي انت بتعمله. الوضوء، بحط الكاميرا معايا في الحمام، بتوضى قدام الكاميرا عشان تكون بروف او دليل ان انا اتوضيت صح. ان انا لو عايز تحط الكاميرا وانت بتصلي it's fine, completely fine. مهم ان انت بعد ده بتشوف انت عملت ايه. طيب الوسواس القهري بيحب يدخلك في حاجة اسمها بنسميها الفيشس، الاو سي دي فيشس سايكل. كلمة فيشس دي كلمة تقيلة جدا على فكرة. فيشس يعني كأنها عارف like a monster، يعني حاجة بجد قوية، حاجة دايرة وبتلف بيك وانت مش عارف توقفها، يعني صعب جدا عليك ان انت توقفها. فايه اللي بيحصل؟ بيدخلك في الدوامة، بيوهمك، بيعمل لك نوع من انواع الإيلوجن ان الموضوع ده عندك انت، دي مش فكرة وسواسية ولا حاجة، لا ده انت اللي تفكيرك كده، انت اللي قناعاتك كده. فيبتدي يدخلك في دايرة الشك، من ضمن السايكل اللي موجودة للشك. فوانس ان انت دخلت في دايرة الشك، صعب عليك ان انت تطلع منها. طيب اسفة مرة تانية لو في صوت، يعني اعياد ميلاد وكده تحت. المهم خلينا في اللي احنا فيه. فايه اللي بيحصل؟ انه الفيشس سايكل دي لو انت دخلت فيها هتلاقي نفسك بتشك في كل حاجة، في كل خطوة انت بتعملها، دايما مش متأكد من صلاتك، من وضوءك، من حتى اللي انت بتقوله في الصلاة. طيب ايه الفرق ما بين الشخص العادي؟ زي ما انا قلت في اللايف اللي فات، احنا كلنا يا جماعة كبني ادمين، كلنا بكافة الاديان، كلنا بيجيلنا وسواس عموما في الحياة بشكل او باخر، في وقت او اخر، كلنا يعني بطرق مختلفة. ولكن ايه اللي بيفرق ما بين الشخص العادي الطبيعي اللي بيجيله وسواس وما بين الشخص اللي عنده اضطراب؟ الشخص العادي الطبيعي اللي هو انا وناس كتير، ان انا لما بيجيلي وسواس في الصلاة، ايه ده يا ترى؟ انا صليت ركعتين ولا ركعة؟ هو انا صليت 4 ركعات ولا 3؟ ولا انا زودت عن ال4؟ خلاص بيقدر بعد ما بيسلم، او انا شخصيا خلاص سلمت، خلصت الصلاة،
خلاص بحاول استعيد كده، والله لقيت نفسي لا مش فاكره قوي، خلاص بتوكل على الله وان شاء الله الصلاه مقبوله. ما هو ربنا يا جماعه غفور رحيم، وعارف ان الانسان بيسهى في الصلاه، هي معروفه يعني، ده مش كلامي والله، ده كلام العلماء والدين يعني. فما تحملش نفسك فوق طاقتها. بالنسبه بقى للشخص اللي عنده اضطراب الوسواس القهري، ايه اللي بيحصل معاه؟ لو حصل معاه ده وسلم يعني نهى الصلاة، بيعمل ايه؟ بيفضل قاعد عمال يركز ويفكر ويعيد ويزيد، هو انا بجد كانوا 3 ركعات ولا 4؟ هو انا قلت التشهد ولا ما قلتهاش؟ هو انا، وبعدين يقوم وبعدين يروح ويرجع لا لا لا، انا شكلي المفروض لازم اعيد الصلاة مرة تانية. طب يمكن انا حاسس ان انا في حاجه سوري خرجت مني وانا بصلي، لا يبقى اقطع الصلاه واروح اتوضى مره تانية وارجع اصلي. المشكله بقى مع المضطرب اللي عنده اضطراب الاو سي دي، بيعمل ايه؟ ممكن يعمل الموضوع ده على فكره فوق المرتين 3. فيعني الموضوع مش هين ومش سهل، الناس دي بجد بجد يعني بتعاني في صمت ومحدش حاسس بيها، وفي ناس للأسف الشديد بيبقى كومنتاتها معاهم يعني سئيلة شوية، اللي هو يا عم انت مأفور ليه؟ انت ايه الأوفر ده؟ انت، هو حرام، هو ولا أوفر ولا مأفور الدنيا ولا أي حاجة، هي ما هو إلا عنده وسواس يعني، هو كده. فاللي احنا بنقوله ان الموضوع بقى سهل دلوقتي وبسيط، انك تصور نفسك وانت بتتوضى، عايز تصور نفسك وانت بتصلي اوكي، ولكن نخش بقى على حاجة اسمها الاكسبوجرز. احنا بنعمل حاجة اسمها التعرض and response prevention. اوكي، يعني ان انا اعرض الشخص اللي عنده اضطراب للموقف وامنع عنه الاستجابة. منع الاستجابة، التعرض ومنع الاستجابة، اسمها كده. فالاكسبوجرز دي انواع كتيرة جدا، اكتر 2 انا قلتهم طبعا، انا قلت ال3 انواع في اللايف اللي فات، لو interested ان انتوا تسمعوه، هو على اليوتيوب مش على صفحتي في الانستجرام لانه طويل. ولكن هو والله انا يعني كفيت ووفيت فيه كمعلومات يعني. ولكن اكتر حاجتين احنا بنستخدمهم مع اللي عنده اضطراب الاو سي دي هو الان فيفو اكسبوجر او الهيراركي اكسبوجر. الهيراركي اكسبوجر اللي هو بالتدريج، الان فيفو اكسبوجر اللي هو انا برميك في الاوضه الضلمه كده. لو عندك مثلا let's say انت عندك خوف، من عندك وسواس من ان الاوضه الضلمه، انا لو ما اقدرش اقعد في اوضه ضلمه لان انا دايما عندي وسواس ان في حاجه هتطلع لي، وات ايفر اللي هيطلع لي، شبح بقى اي حاجه يعني. فايه اللي بيحصل؟ انه الان فيفو ده طبعا مع موافقه الشخص طبعا، بموافقه مسبقه منه، انه وطبعا مع حاجات كتير احنا بنعملها من قبلها طبعا بكتير. فبقول له انا هعرضك للاوضه الضلمه، بندخله في الاوضه الضلمه وهو عارف ان هو داخل الاوضه الضلمه. طبعا ليه؟ عشان احنا بنبقى عايزين نعلي عنده الانكزايتي. انا محتاجه منه انه الانكزايتي بتاعته تبقى very intense. كل ما على الانكزايتي بتاعته، كل ما انا قدرت اخليه يدخل في الاوضه الضلمه واقفل عليه، هيبتدي يخبط ويبتدي يجيله طبعا physical symptoms اللي هي التعرق الشديد، ضربات قلب سريعه جدا، قشعريره، خوف، توتر، you name it، حاجات كتير جدا جدا physical symptoms. ممكن يصرخ، ممكن يعيط، يبكي، ايا كان، لغايه ما يبتدي خلاص يهدى ويسكت ويفضل قاعد ساكت، وفجأة يكتشف ان ولا حاجة طلعت له، ولا في اي حاجة من الحاجات اللي كان بيفكر فيها انها ممكن تطلع له او تحصل له او يموت او يختنق لو فضل في اوضة ضلمة. وساعتها بس
انا مش هقدر اقول انه الوسواس القهري انتهى، لانه الوسواس القهري ما بينتهيش completely. هو اللي احنا بنعمله بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هو فعلا اثبت نجاحه بجد خصوصا في حالات الوسواس القهري، انه يواجهك بالوسواس ده ويحطك في الموقف يرميك فيه، زي ما انت هترميني في النار وخلاص بقى، طبعا metaphorically speaking يعني. بس هو ده اللي بيعمله، ده الان فيفو اكسبوجر. مره في الثانيه طبعا التعرض ده اولا بيتعمل من الاول، يعني بعد تاني او ثالث سيشن بطريقه مخففه طبعا، ولكن هو لازم يتعود على فكره التعرض، يعني لازم من الاول، لان هو اوريدي عايش فيها، فانا ما ينفعش اخده على الهادي خالص كده 4-5 سيشنز. هو طبعا اللي عنده اضطراب الوسواس القهري بياخد فتره كبيره، سيشنز كتيره عن اي حاجه تانية يعني، ولكن هو محتاج ده انه يتعرض كل فتره ويواجه الانتنس انكزايتي اللي بيوصل لها، يعني الخوف الفظيع قوي اللي بيوصل له ده هو محتاج يحسه، محتاج يشعر بيه ويتقبله. ده اللي احنا عايزينه يوصل له، انه يتقبل مشاعر التوتر والخوف اللي بتجيله عشان خاطر يعرف يواجه الايه، مش بس الفكره الوسواسيه خلاص جت وخليته يوصل للفير او الانكزايتي، الانتنس انكزايتي. ايه اللي بيحصل؟ احنا عايزينه يواجه فكره الفعل القهري. يعني احنا بنقول العلاج المعرفي السلوكي دايما هو عباره عن افكار، مشاعر، سلوك. هي تراينجل، افكار، مشاعر، وسلوك. كل واحده في دول بتأدي للتانيه. يوجولي هو بيشتغل على الافكار، سواء احنا لو بنتكلم عن anxiety، لو panic disorder، حاجات any other disorder، depression، احنا بنشتغل على الافكار. لكن في حاله الOCD او الوسواس القهري بالذات يوجولي بيبقى مركز على الفعل القهري. ده اللي انا هركز معاك عليه، انه انا همنعك من ان انت، يعني الافكار صعب الوسواسيه مش اي افكار اخرى. يعني الشخص عنده ديبريشن، لا انا اقدر ان احنا نتحكم في الفكره، لكن في حاله الوسواس القهري لا، احنا نقدر ان احنا نخلي الشخص يتحكم ويسيطر على الفعل القهري، ومن خلاله هيبتدي يفكر نفسه على انه والله انا كل الفكره اللي عندي دي it's an illusion، هي شيء سراب، حاجه وهميه مش حقيقيه. فده اول نوع اللي هو الانفيفو. اللي انا قلته ده دلوقتي بياخدنا على النوع التاني اللي اثبت نجاحه بجد فعليا، وده يعني انا ممكن اقول انه يعني لو عندك مثلا وسواس قهري بس مش ما وصلش المستويات كبيرة قوي، it's controllable، يعني تقدر ده تعمله بمساعدة حد حواليك، اللي هو بيسميه ال hierarchy exposure and response prevention. انه ايه؟ ان انا باخدك بالتدريج. بمعنى لو قلنا في الصلاة، بما ان احنا ده الموضوع، حضرتك هتصلي، خلصت الصلاة، انت عندك شك في الصلاة، عندك شك جامد وابتديت تتوتر. على التايمر بتعمل التايمر على التليفون ان بتبتدي ب5 دقايق فقط، بتبتدي ب5 دقايق. انا 5 دقايق هفضل قاعد على المصلية بدون ما اطلع اجري او اقوم اعيد الصلاة مرة تانية، وافضل ماسك نفسي. it's your job يعني it's not my job, it's your job. ده محتاج إرادة منك انت. الإرادة ان انت انا هفضل مقعد نفسي بالغصب. طبعا في الاول الموضوع ما بيكونش سهل، ولكن مع التمرين الكتير في السيشنز، سواء مع طبيب نفسي، مع معالج، مع كوتش بس دارس طبعا العلاج المعرفي السلوكي، دول بيقدروا يخلوك مع البراكتس تقدر ان انت تمسك نفسك مع حاجات تانية طبعا قبلها يعني. فاول ما التايمر خلاص يخلص،
خلاص انت مش هتقدر تمسك نفسك اكتر من كده، فهتضطر انك تقوم وتعيد الصلاة. اتس فاين، مفيش اي مشكلة. طب الصلاة اللي بعدها لا ازود 10 دقايق. ما انا عملت، انا قدرت ان انا اقعد ال5 دقايق. وما تستهونوش بالخمس دقايق يا جماعة لو انتوا ناس يعني ما عندكمش الوسواس، لان هو بالنسبة له هو عنده من جواه توتر رهيب، لان هو دماغه بتاخده في حتة تانية. هو دماغه بتاخده بقى في شركيات، او ان انا ربنا مش هيستجيب لي، او انه مش يعني مش هيستجيب لصلاتي، او ان انا صلاتي خاطئة، وان انا كل صلواتي دي ان فين وكله في سراب الكلام ده طبعا مش صح. فهو دماغه حرام بتروح بيه بتفسحه يعني. المريض، او مش عايزه اقول مريض، يعني اللي عنده اضطراب الوسواس القهري ده محتاج انه يقعد مع حد متخصص يقدر يعرفه ايه اللي يقدر يعمله، علشان احنا مش هنقول انه خلاص ينتهي او يعالجه من الوسواس القهري. زي ما قلنا هو الوسواس القهري بياخد وقت طويل قوي، محتاج صبر كتير جدا، ومحتاج consistency. يعني لو حضرتك ما عندكش فكرة الكونسيستنسي ان انا بجد عايز اعيش حياتي كشخص طبيعي زي بقية البني ادمين، فاحب اقولك انه العلاج مش هيجيب اي نتيجة. ولو شخص معتمد على الادوية فقط، لان انا زي ما قلت في الاول مريض الوسواس القهري محتاج الحاجتين مع بعض، مش لا الادوية بس هتشتغل اوكي ولا العلاج النفسي بس هيشتغل. اي مريض وسواس قهري والدكتور طبيب نفسي شخصه على انه عنده وسواس قهري، الطبيب النفسي هو الوحيد اللي يقدر يشخص الحالة، مش كوتش. انا كوتش وانا عمري ما اشخص الحالة، او معالج، لا، الطبيب النفسي. ليه؟ لانه هو اللي هيكتب له على العلاج برضه. ارجوكم لو رحنا على كوتش على طول، حتى لو الاو سي دي بتاعي ماينر وقال لي خدي دواء، ارجوك ما تاخدوش من فضلكم يا جماعه، من فضلكم. الحاجات دي تخصص اطباء، حتى لو على فكره الدواء اللي قالك عليه هو نفسه اللي الدكتور هيكتب لك عليه. بس بلاش نسمح لاي حد انه يفتي في مجال الادويه، لان هي هتفتح الباب، الموضوع هيكبر. فخلي كل واحد وتخصصه، يحترم تخصصه، يحترم مجاله. الطبيب طبيب تعب وفاهم الادويه وفاهم اعراضها وفاهم كل حاله وايه الدوز بتاعها. يعني انا ازاي انا ككوتش مثلا اعرف انت الدوز بتاعتك قد ايه؟ مش بديهي. فيعني خلي بالكم على نفسكم، وما تستسهلوش انه تاخدوا ادويه اي حد بيقول لكم عليها، او ان حد بياخدها فخدها انت كمان. والله انا كان عندي وسواس والدكتور كان كاتب لي على الدواء الفلاني، نفس السيناريو اللي احنا عارفينه ده، يعني الجوسب ده، والله كتب لك على ايه، طب اروح اجيبه كده يعني. فبلاش الجو ده، علشان نعرف نروح للمكان الامن ونعرف نتعايش مع الوسواس القهري. يعني الوسواس القهري في بدايته انت محتاج التعايش والتقبل، انك تتقبل فكرة ان انت عندك اضطراب زي اي اضطراب طبيعي وعادي، اللي هو اسمه وسواس قهري. بتعرف معناه ايه وبتعرف تتعايش معاه. ما عندكش خلاص مشكلة في انك تتعايش معاه. ليه؟ لان انت خلاص مع البراكتس مع المعالج بتاعك او الكوتش بتاعك عرفت انت هتعمل ايه بالظبط. التولز، يعني العلاج المعرفي السلوكي الحلو فيه ان هو بيديك تولز معينة بتفضل معاك مدى الحياة. ليه انا بقول لك كده؟ لانه انت مثلا خلاص خدت شوط كبير في علاج الوسواس القهري، تمام، ومشيت في حياتك، وقفت دكتور، وقفت كوتش، وخلاص وكملت. معاك الريسورسز بتاعتك اللي انت طالع بيها، الحاجات اللي انت الورك شيتس اللي كان بيديها لك بتشتغل عليها، ادويتك ايا كانت، سواء قللت الدوز مكمله ايا كان، الكوبينج كاردز اللي احنا بنديها للشخص، ودي بتبقى مهمة جدا. الكوبينج كارد ده عبارة عن بيبقى كارد صغير
بنطلب من الشخص انه بيكتب عليها جملة انه انا عارف مثلا انه انا عندي الافكار اللي بتجيلي ما هي الا افكار وسواسية او بتسمى الوسواس، افكار سخيفة، والناس كلها اصلا بتتعرض للافكار الوسواسية، والفكرة دي لو انا ما اديتلهاش اهتمام او ان انا مش محتاجة اديلها اهتمام فهي هتروح لحالها مع الوقت. يبقى اهم حاجة في الوسواس القهري ان انا ما اديهوش اهتمام، ما خليهوش يتغذى، ما خليهوش ياكل دراعي زي ما بنقول. طيب الهيراركي، نرجع للهيراركي اكسبوجر. لو الشخص، لو انت مثلا خلاص انت خلصت معايا سيشن let's say، او خلصت سيشن مع اي حد، خلاص جربتها، بتروح البيت، طب انا لا يعني بتحايل على التايمر وما بقدرش امسك نفسي وبقوم. لا حضرتك تشوف حد في البيت حواليك، حد انت بترتاح له وشايف ان هو he will not judge you او يقعد يحكم عليك باي شكل من الاشكال، وابتدي اخليه انا اديله التايمر. طب الناس مثلا، واقول له يعني ابقى فيرم معاه انه مهما حصل ما تخلينيش اعيد الفعل القهري مرة، في التانية، في التالتة هتلاقي نفسك تمام ومفيش اي حاجة. بالنسبة مثلا للحمام، الوضوء، زي ما قلت لكم مثلا في تو اوبشنز، يا اما انا بقف وبصور نفسي او حد يصورني وانا بتوضى، خلاص بيبقى بروف ان انا اول ما تيجي تهجم عليك كده الفكره يلا انت ما اتوضيتش كويس، يقوم فاتح لك الفيديو وموريهولك عشان يعرفك ان انت لا اتوضيت صح، فتهدى وتهبط يعني. طب النقطه الثانيه، لا ان انا اقفل بقى باب الحمام، وطبعا مش حضرتك، لانه الوسواس القهري لو هو شرس قوي عليك ممكن انت ما تكونش عندك الاراده قوي ان انت ما تفتحش باب الحمام وتدخل تتوضى مره تانية. او الناس اللي بيبقى بتحس انها عندها نجاسه، حاجه مثلا شعرت انه يعني حاجه نزلت منها وهو مفيش اصلا دليل على ان اي حاجه، ممكن اللي نزل ده حاجه اصلا مش نجاسه، مش ما بتسمى نجاسه. انا عشان كده بقول دايما يا جماعه في حاجه اسمها نفهم معنى الكلمه. يعني انا محتاج اعرف معنى الكلمه، يعني ده في اي مجال. يعني انا لما اتعرض لحاجه على السوشيال ميديا سمعت كلمه معينه، يا ريت اخد الكلمه دي واركز معاها واروح ابحث، مش اخدها كده وتمر عليا مرور الكرام. ما هو اللي ملفق لي بقيه الكلام ما انا مش فاهم هو بيقول ايه، بس انا اقتنعت هو انت صح. ولا ايه الكلام؟ انتوا نايمين معايا ولا انتوا تمام ولا ايه؟ طيب الحاجة زي ما قلنا التانية، انه الشخص اللي معاك بيقفل الحمام، بيمنعك بكل الطرق، طبعا بطريقة لطيفة، بيمنعك ان انت تقوم بالفعل القهري اللي هو الكومبالسيف اكت، وبيحط التايمر. اهم حاجة في الموضوع ده بقى كله في الهيراركي اكسبوجر ده التايمر. كل صلاة بزود 5 دقايق، ابتدي ب5 دقايق، بعدين لا والله اول 5 دقايق عدت اوكي، طيب الصلاة اللي بعدها احنا عندنا 5 صلوات، ادي لنفسي 10 دقايق، طيب اللي بعده ادي لنفسي ربع ساعة، وهكذا. كل يوم بزود 5 دقايق للصلاة، او كل يوم لو انا من النوع اللي بتوضى 5 مرات للصلاة الواحدة من كتر ما انا عندي وسواس، طيب اقول لنفسي لو انا بتوضى 5 مرات للصلاة الواحدة بيجيلي الشك، فبقوم اعمل الفعل القهري 5 مرات، انا المرة دي هعمله 4 مرات بس او 3 مرات بس، على قد ما اقدر اضغط نفسي، اتشالنج. يعني you need to challenge yourself، محتاج تتحدى نفسك شوية عشان خاطر توصل للنتيجة المضمونة ان شاء الله بجد. ولذلك انا في الاول قلت انه موضوع الاو سي دي في حته الوضوء والصلاه والنجاسه والجزء ده بالذات عن اي او سي دي تاني هو السهل الممتنع. هو محتاج من حضرتك صبر، محتاج منك انك تروح للعلماء عشان تفهم اصلا معنى النجاسه، وتفهم يعني ايه مبطلات الصلاه، ومره واحده بس في الليله كلها، هي مره واحده حضرتك
بتروح بتسأل حد من الازهر، حد شيخ ايا كان، حد انت عارف انه عنده علم مش فتي وخلاص، بتروح وبتسأله وبتفهم مرة واحدة بس. مرة كمان يبقى اذا حضرتك ابتديت تستخدم السيفتي بيهيفير اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. والسيفتي بيهيفير دي بتبقى نوع من انواع الايه، التحايل، ان انا ايه، طب بس ايه مره كمان اكلمه عشان بس ايه يبقى اتاكد كده ايه، وابقى نفسيا تمام التمام وزي الفل. لا، هي مره واحده، هي مره واحده، مكالمه واحده حضرتك تسال فيها اللي انت عايزه، تكتب، عايز تكتب المعلومات اللي اداها لك فاين، عايز تسجل المكالمه فاين برضو، ولكن توقف نفسك عن الفعل القهري بكل الطرق يا جماعه، بكل الطرق. والله لو انت عملت حاجه زي دي مع الادويه، انا بقولها ان الوسواس القهري، واي حد عنده وسواس قهري او يعرف حد عنده وسواس قهري بيكون عارف ان الادويه بتبقى عامل مساعد كبير طبعا، لكن عمرها ما كانت العامل الاساسي الوحيد في ان اي حد يعدي بالوسواس القهري. نيفر. الوسواس القهري محتاج العلاج اللي هو السلوكي، انه اتكلم مع حد، يتكلم معايا، يسالني اسئله معينه، برين ستورم معايا، يوجهني اعمل ايه، يوريني التولز اللي العلاج المعرفي السلوكي بيديها لنا، بنعملها كل على طول في ورك شيتس معينه بيبتدي يملاها، يتكلم معاه. فالكلام مع المختص مع الدواء، مع بقى شويه بربع جنيه كده ايه، كوميتمنت وويل من جوه، اراده. فيعني كل ده تاكد انه هيوصلك لبر الامان. ما وعدكش انه من يوم وليله الدنيا هتبقى حلوه، لا، هو اي بقى نوع من انواع الاو سي دي هي محتاجه صبر، لانها بتاخد وقت. حتى معروف ان الاو سي دي، يعني احنا درسناها، الاو سي دي بالذات من الحاجات اللي بتاخد من مش اقل من 20 سيشن، مش اقل، بس محتاجه كوميتمنت، محتاجه كوميتمنت. بس حد فيكم اصلا عنده وسواس قهري، ولا انتم مش عايزين تقولوا ولا ايه؟ تعرفوا حد عنده وسواس قهري؟ طيب يعني بتشوفوه بيعاني قد ايه، سواء بقى في تنظيف، سواء في صلاة، سواء في ايدين. كان في حاجة كان حد سألني مرة قال لي ايه الفرق ما بين الاو سي دي والاو سي بي دي. الفرق هو حاجة بسيطة. الشخص اللي عنده او سي دي بيكون بيعاني، يعني هو عارف ان عنده معاناة، فهو بيعاني وبيعافر وبيحاول يعالج نفسه ما الى او الى اخره، يعني عارف ان هو عايش في vicious cycle، فمحتاج يعمل حاجة towards it يعني. لكن الشخص اللي عنده ال OCPD اللي هو ال personality disorder ده بيكون بيبقى فيه حتة كده اللي هو لا، أنا عادي جدا، أنا ما عنديش مشكلة. ده المفروض يبقى النورم بتاع الناس، ده المفروض يكون الطبيعي بتاع الناس، إن أنا أبقى مثلا مكتبي مرتب في شكل مرتب معين، الأوراق محطوطة بشكل معين، الدولاب الملابس محطوطة بشكل معين بالألوان، تدرج الألوان والمقاسات، الغسيل بينشروه بشكل مستوى، لازم يكونوا كلهم شكلهم كده مستوي عشان أنا ارتاح نفسيا. ده ما بيبقاش تنظيم، هو بقى في دماغه ان لا انا كده انسان منظم. لا، هو ده مش نظام، هو ملوش علاقة بالتنظيم، ده بيكون disorder. ولكن الشخص ده ما بيكونش حاسس ان هو عنده disorder اصلا، ومش متقبل الفكرة، يعني ما بيكونش متقبل فكرة ان انت تقول عليا انا مريض. لا، انا مش مريض، بالعكس انتوا اللي مرضى، انتوا ناس فوضوية جدا. وممكن من اقل حاجة، يعني لو انت بس عملت له الألم بطريقة معينة، لا، هو يحس ان انت شخص فوضوي، يعني هو بيبقى واصل للنقطة دي. فده يعني هي فروقات بسيطة لكن ميجر يعني. بس يا رب يعني أكون أفدتكم ولو قليلا.
الحمد لله ان انا عرفت اعمل اللايف بتاع الوسواس القهري. يا رب يكون وصل لحد من الناس اللي انا مش شايفه، طبعا مش عارفه مين اللي جوه. انا الكويستشنز كلها كانت على الواتساب، بس انا جا كتير قوي عن موضوع الصلاه والوضوء. ف ان شاء الله باذن الله يعني الدنيا تظبط بشويه بس كوميتمنت وصبر وان شاء الله. انا مش عارفه اذا كان ده هينزل على انستجرام ولا لا. لو ما نزلش على الانستجرام يوجولي انا بقوم منزلاه كله على اليوتيوب، حبيبنا اللي بينزل كل حاجه طويله. فان شاء الله يعني اكون افدتكم، وشكرا لكل الناس اللي كانت موجوده النهارده. وكالعاده thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye.